السلام عليكم أحبتي، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في ضيافة الميمة، قناتكم المتواضعة المتنوعة. سمعتوا معايا ديك القرماشة وتبارك الله ما شاء الله على الملوي، رائع رائع رائع، مرق مرق صدقوني. واحد الفيديو، واحد الطريقة اللي كيجي بها الملوي رائع أكثر من رائع. صدقوني غادي تجربوه وغادي يعجبكم. تبعوا معايا مراحل الفيديو، ما تمشيو فين. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي او الفيديو ديالي نزل دابا يشترك مع تفعيل الجرس وبارطاجي مع الاهل واصدقاء فضلا وليس امرا. ولكم جزيل الشكر الا حطيتوا لي واحد البصمه. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غنجيب الخلاط، غندير فيه الماء تقريبا. أنا درت شي 450 مليلتر ديال الماء دافي، وكنزيد عليه هنا 300 غرام ديال الفينو الاتقان، ما كنديرش اشهار ولكن رائع. كنزيد عليه معلقه كبيره ديال العسل ومعلقه كبيره ديال حليب بودره، وكنخلطهم مزيان مزيان. وكنجيب قصريه كنفرغهم في القصريه، كنزيد نص خماره ديال الحلوى وراس معلقه ديال الخميره الفوريه والملحه حسب الذوق. صافي هنا كنزيد هنايا عندي 600 غرام ديال الدقيق الممتاز، الدقيق الفورس، وكنعجن كما كتشوفوا. العجينه خصها تكون لينه، الا خاصني شويه الماء راه كنزيد الماء. وكندلك العجينه د الملوي. الدليك هو اللي كيصرعها وترتاح. هنا كندلكها مزيان حتى تطرطق. كندهن القصريه ديالي بشويه الزيت، وكندير عليها شويه الزيت من الفوق بحال هكا. صافي كنغطيها بالبلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح. خليتها هنا ترتاح واحد نص ساعه. قد ما ارتاحت العجين ديال الملوي قد ما كتجي العجينه كتجي طايعه والاستيك، كتجي رائعه، كتجي من داك الشيء. هنا من بعد ما ارتاحت العجين قطعتها هنايا تقريبا 21 كره. هنايا هاد المسمنات انا غنطرقهم مزيان مزيان تيبان ليا سطح العمل، وندهن بالزبده والزيت. انا الزبده درت زبده حيوانيه وكنديرها فوق البوطه حتى تتولي زبده نوازيط، وكنزيد عليها الزيت. هنا تقريبا واحد 150 غرام 100 غرام، وكنزيد عليها الزيت والسميده. كندير معها واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوى، كنخلط معها الخميره ديال الحلوى، كنورق بالزبده والزيت، وكنرش بالسميده الرقيقه اللي معها اللي مخلطه معها الخميره ديال الحلوى. اما كما كتشوفوا كنورقها مزيان مزيان بهذه الطريقه هذه. حاول ما من قد ما رققتو ورقتوه جا رقيق قد ما كيجيكم مرق ورقيق وزوين. صافي هنا غندهن بالزبده والزيت ونرش بالسميده الرقيقه. وهنا غنجيب القطعه ديال البيتزا كما تشوفوا، غنقطعها على 6. دوك الجوج بحال هكا المقابلين كنقطعهم عراض، وهذوك اللي في الجنب كنقطعهم يكونوا بحال هذا الشكل. صافي كما كتشوفوا معايا هنا كنبقى نجمع، كندير وحده على وحده، وانا كندير بالزبده وكنرش بالسميده. ندير هذه من هنا وهذه من هنا كما كتشوفوا معايا بحال هذه الطريقه هذه. صافي هنايا هاد الجوجات هادو كنجمع بهم دائما الزبده والزيت بحال هذه الطريقه. صافي وغادي نحطها، نجيب نورق وحده مزيان حتى نورقها. انا هنايا اللي بغيت ديروا غير جوج راه حتى جوج كيجيو زوينين. هنا هادو درت فيهم 3. صافي كنت نقطع نفس الشكل اللي قطعت في الاول، بحال دوك الجوج كيكونوا بحال هكا عراض، وهذوك الاخرين كيكونوا 6. شوفوا سميتو اللي موضح في الفيديو، راه الشرح واضح والفيديو شارح نفسه.
كنبقى على هاد سميتو هذا، على هاد المنوال حتى تنسالي الملويات ديالي كاملين. هنايا كلشي درت فيهم ثلاثة الا وحده اللي شاط ليا درت فيها جوج، راه موضحه في الاول ديال الفيديو، هي ديك الصغيره. الا بغيتو يجيكم داك الصغار بحال هكاك داك القياس، راه ديروا فيهم غير جوج. بغيتوهم يجيكم كبار ديري فيهم ثلاثة. شوف دابا هادي جوج، دابا هادي هي الثالثه. هي دابا كما كتشوفوا راه كنحاول ما امكن ما نزيرش وما نزيرش. شوفوا كي معايا دابا غنحطها حتى تنكمل العدد اللي عندي كامل د الملوي. كما كتشوفوا انا كملتهم، خرجوا لي 7 6 كبار وحده صغيره. صافي هنايا كنجي كنسخن المقله ديالي وتنقرص، كنورق مزيان. هنا انا كنعجبني الملوي يكون مهبر شويه. نتوما الا بغيتوه رقيق زيدوا ورقوه. هو الملوي ملي كيجي مع مورق صدقوني راه ما غاديش يجيكم سميتو، حيت مورق ما غاديش يجيكم معجن ولا يجيكم سميتو. والعافيه ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده. القياس تكون متوسطه على حسب. سخنات لكم المقله نقصوا. عاوتاني سميتو على حسب. المهم ما تجهدوش عليه تشوط وما تنقصوش عليه يتسقف يقصح. زعما كنقولوا حنا كيتسقف كيقصح. صافي شوفوا معايا هنايا كنحطها فوق المقله ودغيا كنقلبها، ما نخليهاش تحمر، ونبقى نقلب ونشقلب حتى تيتحمر ليا. وانا هنا راه ما دهنتوش، داك الدهن اللي فيه من غير ديك المسحه خفيفه ديال داك الزبده اللي كتشط في داك الطاوه، هي باش كندهن الوجه. وشوفوا معايا كي كيتنفخ، راه كيتنفخ كيجي رائع صدقوني. وتصبروا عليه، راه كياخذ الوقت. انا راه مجربه الفيديو ياخذ الوقت باش كيطيب وكيتحمر. عطيوه الوقت في كل شيء، في العجين، في الدليك، في الراحه، خلوه يرتاح، لاننا حنا دايرين فيه غير شويه ديال الخميره، ما دايرينش فيه بزاف. وكيجي رائع رائع. ديك الخميره ديال الحلوى كتهشو ونيدو حتى هو تيهشو، وداك الخميره كتخليه يتنفخ وكتخليه يجي هشيش وزوين ومورق. صدقوني راه غادي يعجبكم. اي حاجه الملوي كيبغي الخاطر وكيبغي العجينه ديالو تكون رطبه ودليك ويرتاح. نعاود نقولها لكم دائما في الفيديوهات، تبارك الله ما شاء الله راه تيجي رائع. شوفوا معايا، شوفوا الطوراق، شوفوا تبارك الله الطوراق. شوفوا صدقوني والله العظيم راه كيجي رائع اكثر من رائع. ايوا هنايا وجدوا ليا شي كاس ديال اتاي وارا بالراع يا لالا. قولي لي الملوي على حقه وطريقه. وهنا احبتي وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هذا الفيديو يفيدكم ويعجبكم، ونتمنى منكم تعمروه بلي لايك. اللي شاف الفيديو وعجبه يدير البصمه. الله يجازيكم بخير، والى فيديو قادم بحول الله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.